ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ جبنا لكم هدية جديدة. كاميرا كاميرا كاميرا. وكمان لما بنطبعها وبنلونها براحتنا. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. جايبين لكم النهارده مفاجاه جديده، وهي كاميرا فوريه، يعني بنصور وطلع الصوره في نفس الوقت في نفس اللحظه، وفيها امكانيات جميله جدا. هنفتحها دلوقتي مع بعضنا ونشوفها عامله ازاي. ايه رايكم بقى؟ دي كاميرا فوريه فيها عدسه اماميه وعدسه خلفيه، بيجي معاها وصله الشحن، وايه كمان، وده الرباط عشان خاطر نربطها في رقبتنا او في ايدينا، ومعاها الوان صغيره، ومعاها الكتاب الارشادات ممكن نشحنها ازاي، والكاميرا نفسها. طبعا حجمها جميل جدا وشكلها حلو قوي. الورقة بتاعتها والورق بتاعها كمان جاي معاها ورقة او بكرتين. او ورقتين. كمان الورق ده بيتباع عادي في المكتبة، اسمه بكر فوري. اه طبعا الكاميرا حجمها حلو قوي، الجودة بتاعتها عالية جدا. فيها هنا عدسة أمامية وفيها عدسة خلفية، وفي إصدار تاني برضو هنجيبه ونوريهولكوا بيبقى فيه عدسة أمامية بس. ودي العلبة بتاعتها. طبعا هنا مكتوب عليها شوية إرشادات أو تعليمات إن هي بتصور فيديو، لقطات تتوصل بالكمبيوتر. فيها بطارية داخلية ليثيوم، ممكن تزود لها كروت ميموري. وده ظهر العلبة، بيقولك إرشادات عليها برضو. انت مينفعش تشحنها بأي شاحن أقوى منها، اشحن بشاحن مناسب يكون 5 فولت و1 أمبير. ودي الألوان اللي بتيجي بيها أو بتبقى متوفرة منها، بس غالبا بيبقى الأزرق أو اللبني والبنك بس اللي موجودين. دلوقتي هنشغل لكم الكاميرا ونشوف جودة الصور فيها عاملة ازاي، وكمان نشوف ازاي بتشتغل. طيب، هي أصلا بنفتح الدرج بتاع الورق ازاي؟ بنفتحه بالطريقة دي كده. طبعا لما نيجي نستخدمها لازم يكون في إرشادات أو حد كبير جنبينا عشان يعرف يستخدمها معانا. ده المكان اللي بنحط فيه الورق، وبنقفل كده على الورق. طبعا بنحط البكرة بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، ويكون طالع الورق من الفتحة اللي فوق. نطلع الورق كده ونقوم قافلين عليها. ده شكل الكاميرا. دي العدسة الخلفية، ده مكان التايب سي او مكان الشحن، وده مكان الكارت الميموري. هنبدأ بقى نشغلها عن طريق الزرار ده. ندوس كده باستمرار، فتحت معانا، مكتوبة هلو، وفيها 6 حاجات. اول حاجة دي الكاميرا، لو دوسنا كده هنا اوكي فتحت لنا الكاميرا اهي. هندوس كده رجوع. هنا كده لو عايزين نصور الفيديو، هنا لو عايزين نشغل ملفات موسيقية، هنا كده لو في ملفات جوه كارت ميموري عايزين نتفرج عليها. هنا دي كده جيمز والعاب، نخش كده هنا في اللعبة دي، في لعبة السناك المشهورة اوي التعبان، في لعبة البيت ابن البيت دوت، وفي لغز البوكس. يعني هما كده 1 2 3 4 ألعاب. تمام، ده كده بنعمل بيه رجوع. ده بقى ايه الإعدادات؟ نخش كده في الإعدادات، هنلاقي أول حاجة برنت فوتو. يعني احنا ممكن نصور ونخزن على كارت ميموري بس بجودة عالية جدا، وممكن أول ما نصور نطبع، فأنت تقدر تتحكم فيها من هنا. تاني حاجة بيقولك جودة الصورة. نخش كده، هي من أول 3 لحد 48 ميجا بكسل، يعني أحسن من الموبايلات، بس طبعا كل ما تعلي كل ما هياخد مساحة أكبر للصورة. تمام. طبعا احنا ممكن نختار أعلى جودة. هنا بيقولك الفيديو بتصور ب1080، طبعا دي جودة عالية جدا. بيقولك نوع الطباعة جراي ولا دوت برينت، ده نظامين في الطباعة. نعمل باك كده، وده كمان اعداد في الطباعة. وبيقولك يكتب التاريخ على الصورة بعد ما تصورها. وهنا اللغة، وهنا السكرين عشان خاطر الشاشة دي متفضلش مفتوحة كده على الفاضي. والباور اوف تطفي لوحدها. ودي اللي هو يعني يمسح الحاجة اللي انت صورتها اوتوماتيكلي، يعني مثلا الكارت اتملى على الاخر يمسح ويحط جديد. ده الصوت اللي طالع من الكاميرا. وده فورمات اللي احنا هنمسح. ودي ضبط الوقت والتاريخ. وده ارجاع ضبط الاعدادات مرة تانية. وده الاصدار بتاعها. نرجع كده ونشوف بقى ايه الكاميرا ونصور بيها لقطة، ونشوف الصورة عاملة ازاي وبتطلع ازاي وسرعتها عاملة ازاي. طبعا احنا هنجيب البوكس بتاعها وهنظبط الكاميرا بتاعتنا كده مثلا.
ونصور صورة. كده انا صورت صورة، وهنشوف دلوقتي مطبوعة ازاي. بتطلع ازاي. الله 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 الله، بصراحة جودتها حلوة جدا. طبعا ممكن تجيب ورق زي ده بس ستيكر، واللي تتصوره وتلزقه على طول. ايه رأيكم؟ حلو. طبعا احنا بنقطع الصورة ازاي بقى؟ بالمنظر ده كده. انا عايزة الونها. بعد ما بتطلع احنا ممكن كمان نشغل بقى الكاميرا الأمامية دي ازاي؟ عن طريق الضغط باستمرار. البرس دوت، لا ده اللي هنا ده كده، لا ده بيصور. يبقى في حاجة كمان. احنا صورنا تاني بالغلط، معلش. انا بس عايز افتح لكم الكاميرا الاماميه ومش فاكر البريس اللي كان بيعملها. احنا ممكن نقرا الكتالوج، هيبقى مكتوب فيه اكيد. الكتالوج فون. ممكن الونها. كده احنا عملنا الخلفيه اهو. بندوس على الزرار ده، الزرار ده هو اللي بيعمل الكاميرا ايه الخلفيه. تمام اهو كده انا جبت ايه الكاميرا الخلفيه اهي، العدسه بتاعتها هنا. تمام كده جبت ايه الكاميرا الاماميه اللي هي دي. تمام. طيب انا في حاجه نسيت اقول لكم عليها، ان احنا ممكن نعمل اوضاع للصوره. يعني مثلا انا هصور حد في عيد ميلاده، هو مصوره كده وكتب له كام كلمه هنا في الكلام في المساحه دي. ممكن نكتب له حاجه هنا لو مثلا في الكريسماس او في اول السنه يعني. ممكن نحط صورته ما بين الوش دوت او الافكت ده. فيها انظمه كتير بقى ممكن ايه نعملها. ده مثلا وش بقره كده نصوره فيها، اللي هو حاجات بقى للبرواز اللعب والهزار والكلام ده كله. في اشكال كتيرة قوي بغيرها بالانظمة اللي هنا دي. نحط وش دبدوب، او نحط وش او مصيف او بابا نويل او مركب في بحر، او نوزعها بالمنظر ده كده. يعني هي اعدادات كتيرة قوي ممكن نعمل. طيب هنشوف كده الفيديو، نعمل كده رجوع كده الفيديو. نخش في الفيديو، في برضو ايه اعدادات ان احنا بنغير الالوان. واخد بالك الصورة بتتغير، هيطلع لك الفيديو في افكت ومتلون بالوان مختلفة. دلوقتي احنا بعد ما صورنا، طبعا احنا هنعملها اوف دلوقتي كده. كده هي طفت، دي الصورة اللي غلط اللي احنا صورناها. تمام. طيب نيجي بقى نشوف اخر حاجة. بعد ما احنا صورنا الصورة طلعت بالمنظر ده، عن طريق الالوان دي ممكن نلونها ونعمل فيها اي حاجة احنا بنحبها، واي صورة احنا صورناها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوفوا كل جديد. والمرة الجاية هنجيب لكم ايه؟ لعبة جديدة. باي باي.